القوة الصامتة: تنبؤات الرئيس بارزاني والحرب العالمية الثالثة. عقب سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار الواقعية الاشتراكية، دخل العالم حقبة من الصراعات والاضطرابات. البعض سماها بالنظام العالمي الجديد، فيما وصفها آخرون بمشروع الشرق الأوسط الكبير. لكن ما يحدث في الحقيقة والواقع هو الحرب العالمية الثالثة. فعلى مدى السنوات 35 الماضية، شهدت منطقة الشرق الأوسط حروبا وصراعات مختلفة. أصبحت أرض كردستان عموما وإقليم كردستان على وجه الخصوص مركزا رئيسيا لهذه الحرب المستمرة طيلة 35 عاما. منذ ذلك الحين ولغاية الآن، أصبحت حكومة إقليم كردستان ميدانا للحرب بين إيران وتركيا وحلبة صراع بينهما. هناك تقييمات وانتقادات عملية وفنية كثيرة، مثل: لما لم يفعل إقليم كردستان كذا، أو لم يقم بكذا، أو لا يستطيع فعل كذا. من بين هذه الانتقادات ما هو صحيح، وهناك ما وراءه نوايا سيئة وخبيثة. لكن الحقيقة هي أن كردستان لم تكن تمتلك استقرارا وحرية كدولة اسكندنافية، لكنها بقيت صامدة واقفة على قدميها على ساحة حرب علنية وسرية وحلبة صراع ظاهر وخفي بين الخونة والأعداء المتقمصين الصداقة والشراكة. وقد لعب توقعات وتنبؤات الرئيس بارزاني وشخصيته دورا حاسما ومؤثرا في هذا البقاء والصمود. في كردستان، الرئاسة ليست ممارسة سياسة فقط، بل هي تحمل آلام ومآسي شعب، وحمل أعباء الهوية الكردية والكردستانية التي سحقت وطمست عبر التاريخ. الرئيس مسعود بارزاني كان الشخص الأكثر غيرة وإصرارا، والأكثر صمتا، والأكثر تأثيرا في كردستان. القوة المنبثقة النابعة من عمق التاريخ. الرئيس بارزاني ليس فردا فحسب، بل هو أيضا وريث لقضية وعقيدة، وصاحب إيمان عميق بقضيته. عندما كان شابا، حمل مسؤولية حركة البارزاني ومسيرته، وانتفض وقام ضد العثمانيين والبريطانيين وإيران والعراق وتركيا، وحمل السلاح في ريعان شبابه. أمضى شبابه في الجبال، وتأثرت حياته بالحرب. لم يرث الحمض النووي فحسب من الآباء والأجداد، بل ورث أيضا بعد النظر والدبلوماسية والتضامن والمقاومة والصمود. وهذا ما منحه شجاعة محارب بطل، علاوة على مسؤوليات القيادة والزعامة. ذلك الكبير لا يتكلم كثيرا، لكنه يفكر تفكيرا عظيما، وليس ممثل مسرح، بل هو محترف الشطرنج. الرئيس بارزاني لا يتكلم كلاما كبيرا، لكنه يفكر تفكيرا عظيما. كلامه أكثر من مجرد كلمات. لم يصدر أبدا تصريحات خيالية فارغة، بل كان يتحرك وفقا لمبادئ الحقيقة. كانت كل خطوة اتخذها وتخطاها منذ عام 91 حتى عام 2003، من عام 14 حتى عام 17، أشبه بلعبة الشطرنج ضد القدر في حرب الشرق الأوسط. منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، أثبتت ردود أفعاله والمخاطر التي عاشها وتوقعاته وتنبؤاته للحل، أظهرت أنه يقرأ بنظرة عميقة للمستقبل المشرق. خلال هذه الفترات الطويلة، انتهج الرئيس بارزاني المبادئ الأساسية التالية لحركة البارزاني. أولا، الكردية وحق الحكم الذاتي وتقرير المصير. إن الحركة السياسية للبارزاني هي الحركة التي حملت عبء القضية القومية الوطنية الكردستانية منذ 150 عاما. وتؤمن حركة البارزاني أن الحدود المصطنعة لا يمكن أن تخلق سلاما دائما وأبديا في الشرق الأوسط، وأن الكيانات المبنية على الهوية وحرية الهويات أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها. النضال من أجل حق تقرير مصير الكرد وحق الحكم الذاتي يؤخذ ولا يعطى. في أوائل القرن العشرين، توجه الشيخ عبد السلام بارزاني إلى تبليس، واجتمع مع قيصر أوروس لطلب الدعم من أجل بناء دولة كردستان. وقد كان الاستفتاء الذي أجراه الرئيس بارزاني عام 17 قرارا مماثلا لذاك. ثانيا، الوحدة الكردية. كانت حركة البارزاني تسعى دوما لتحقيق الوحدة بين الكرد وتنظيم بيتهم. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، أصبحت المناطق التي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردستانية مفتوحة أمام الحركات السياسية والأحزاب الكردستانية من الأجزاء الأخرى لكردستان. واستقر الثوار والمقاتلون الكرد في هذه المناطق، وتأسست فيها عشرات الأحزاب والحركات الكردية. وقد انخرط الزعيم مسعود بارزاني في العمل الدؤوب لتحقيق هذه المساعي والجهود بشكل مباشر، خاصة بعد الألفية الثانية. وأصبحت وحدة الصف الكردي من أولويات اهتماماته، وهذه لم تكن وحدة دعائية، بل وحدة حقيقية صامتة وسلمية ودائمة. وعندما اقتضت الضرورة، اتخذ قرارات مثل إرسال قوات بيشمركة كردستان إلى كوباني
كما كان أول من اتخذ موقفا ضد احتلال عفرين وغيرها من المواقف. ويدعم الرئيس بارزاني وحدة يمارس كل حزب مهامه في منطقته الجغرافية وداخل حدود بقعته، وألا تصبح بقعة من كردستان ضحية من أجل بقعة أخرى، وأن يقوم كل حزب بممارسة شؤونه الداخلية، وأن تتحد هذه الحركات والأحزاب في الخطوط العامة العريضة. وهو ما زال يحافظ على نفس الخط والنهج اليوم. ثالثا، المقاومة المسلحة وشرعية الدولية. الحركة السياسية للبارزاني هي حركة تجمع بين السلاح والدبلوماسية والمقاومة والنضال والتضامن، ومنذ أوائل القرن العشرين اهتمت بقضية الشرعية. ويرى الرئيس بارزاني اليوم أن وحدة الحركات الكردية لها أهميتها في المكانة القانونية للشرعية الدولية. لهذا السبب فهو يدعم بشكل كامل مفاوضات إقليم كردستان مع العراق، وباكور كردستان مع تركيا، وروجافا كردستان مع سوريا. رابعا، نجح الرئيس بارزاني في إيجاد توازن ناجح بين المثالية والواقعية، فهو يعرف جيدا حقيقة دول مثل إيران والعراق وتركيا، ويعلم أن هذه القوى عندما ترى أول فرصة متاحة ستحاول القضاء عليه وتدميره أولا. لكنه مع هذا لم يتراجع عن نهجه لا في العداء ولا في الصداقة مع هذه الدول. سعى حثيثا وراء تحقيق هذه المبادئ منذ عام 2004، ولا يزال يخطو خطوات صحيحة ثابتة وواقعية بشأن هذه المبادئ الأساسية منذ ذلك الوقت ولغاية اليوم. لم يقع في مصائد العراق رغم استفزازاتها المتكررة السياسية والاقتصادية وممارسة شتى الانتهاكات كحرق مكاتب البارتي والحرب الإعلامية. لم يخرج من النظام العراقي، لكنه لم يستسلم أيضا لهذا النظام. ورغم أن إيران رسخت هيمنتها على كامل المنطقة بلا جدل، إلا أنه لم يستسلم أمام كل الهجمات والضغوط والتهديدات الإيرانية لاحتلال أربيل. شخصيته الفذة رأت أن نظام الأسد منهار لا محالة، فلم يحاول حتى بناء علاقات معه. بحكمة لا متناهية محاطة ومحاصرة من جميع الجهات، حافظ على علاقات دافئة مع تركيا. أدرك خطورة محاولات بعض القوى الإقليمية والدولية لإشعال فتيل حرب مدمرة واقتتال داخلي في إقليم كردستان من خلال باكاكا والاتحاد الوطني الكردستاني، فأفشل هذه المخططات والمؤامرات بمواقف جريئة صامدة. لم يغير دفة سياسته الدولية والغربية رغم لوبيات الضغط المعادية للبارزاني والمناهضة لكردستان سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة. فهم واستوعب مجريات الحرب العالمية الثالثة في كل الأوقات وبشكل جيد، واتخذ الموقف الصحيح تجاهها. في عام 24 ومع سقوط نظام الأسد وهزيمة القوى المحتلة لكردستان ومرتزقتها الداخليين، تحرك الرئيس بارزاني مرة أخرى بهدوء وحذر وحكمة على رقعة الشطرنج. وقد أشار الرئيس بارزاني الذي نادرا ما يستخدم الكلمات القاسية واللغة الاستفزازية، أشار إلى ذلك في كلمته في معرض أربيل للكتاب. فالرئيس بارزاني حذر الكرد من 4 قضايا أساسية. أولا، الصراع مستمر ولم ينتهي بل سيتعمق أكثر. ثانيا، ما يحقق النجاح والانتصار هو الوحدة الكردية. ثالثا، العراق هو المسؤول عن المشاكل الحالية. رابعا، لا يزال هناك وقت للبناء والتعاون والتحالفات. نعم، من الواضح أن الكرد في كافة أجزاء كردستان ال4 يستطيعون الخروج من أتون الحرب العالمية الثالثة بأقل الأضرار وتحقيق أعظم الإنجازات والمكاسب بقيادة الرئيس بارزاني.